سلام الله على الحباب. حكايتنا اليوم حكاية الجار الفضولي. يا سيادي على ما حكاوناش زمان. هذا جحا اللي صوتو دايع في كل مكان، كان عنده يا الحباب جار فضولي ديما خاشي راسو في اللي ما يعنيه، فين ما درتي تلقاه طالق ودنيه حال عينيه النملة ما تفلت ليه. جيرانو كلهم كيتشكاو منه وحتى حد ما بقى تايق فيه، ما يتصرت ليهم وخا يدهن راسو بالعسل. كان يا الحباب ديما كيتصنت عليهم، حطو دني على بيبان ديورهم، ما حشم منع الشيطان وزيدها بلسان طويل اللي ديما مسبق العيب. جحا يا الحباب يا ما شافو كيطلل عليه بالليل والنهار من الشرجم مقابل مع البيت اللي كينعس فيه باش يعرف خبارو وحتى صريرو. ايوا يا الحباب جحا عيا ما ينبه فيه ويسمعو المنقي من الكلام، ولكن معاه من تهدر ودن من طين اخرى من عجين، واللي فيه شي قاعده ما يبيعها. جحا جلس مع راسو كيخمم كيدير حتى يعاقب هذا الراجل ويندمو على فعايلو، حتى طاحت عليه واحد الحيله ما طيح على الشيطان. وفي يوم من ايامات الله جلس جحا في بيتو، علا يدو للسما وجلس كيدعي بالصوت العالي باش يسمعو جارو. يا رب ترزقني 100 درهم من ذهب ما تنقص حتى درهم، ولا نقصات ولا حتى زاد ما نمسهاش. بقى جحا كيعاود في هذا الدعاء كل صباح وجارو الفضولي كيسمع فيه مورا الشرجم. تا الراجل تاق وقال مع بالو ويليني هاد جحا يبيه، غادي نجربو ونشوفو واش قد كلمتو. مشى الحباب كيجري وجاب كموسه من ذهب فيها 99 درهم، ورجع تخبى مورا الشرجم ورماها في بيت جحا وبقى كيتسنى يشوف اش بغى يدير جحا. يا سيادي شاف الكموسه من هنا وطرمى عليها من هنا، فرحان وما قده فرحه على الكموسه، وبقى كيحسب في الدراهم وملي سالا هز كفوفو وكيحمد الله على النعمه. حمدتك يا ربي وشكرتك على هاد الخير، عطيتني اللي ترجيت واخا ناقصين درهم، ولكن انا حاس باللي الدرهم غادي يجي ان شاء الله. وهز الكموسه وداها لبيت اخر وخباها. جارو يا سيادي تصدم والخلعه ركباتو، مشى كيجري وهز بلاغتو وقصد دار جحا، دق في الباب وحليه. مرحبا بجاري العزيز، تفضل دخل مرحبا. لا 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 خليني غير في الباب، مالك شفتك مخلوع. ايه اسي جحا، بغيت نقول لك هذيك الكموسه ديال الذهب اللي كنتي كتحسب فيها راها ديالي. ايه سمعتك كتدعي الله يعطيك 100 درهم من ذهب، ما نقص حتى درهم. وانا نقول مع بالي اجي نتمازح مع جاري العزيز ونرميها ليه هذيك الكموسه ديال الذهب ونقسم منها درهم ونشوفوا اش غادي يدير. ايه ودابا اش بغيتي؟ كموستي السجحه كموستي رد لي رزقي. رزقك؟ سير سيدي شوف شغالك، ما عندي كموسه. جحا ما تخرج معايا اللعيب. سيدي غير خرج لهاد اللعيب اللي في جهدك ديرها. ايوا يا الحباب شنق عليه وتعالى تصواطهم، زيد معايا عند القاضي اللي يفرق بيناتنا. ايه نمشي معاك، ولكن راه دار القاضي بعيده والشتا والبرد هذا، وانا ما عندي حوايج نلبسهم وما عندي حمار ركب عليه. كما كتشوف انا راجل كبير ما قدش على المشي. جارو يا سيادي عطاها بجريه لدار وجاب لي جلابه من صوف ثمنها غالي جايبها من الشام، ومشى للكوري وجار البغله وقصد دار جحا. ايوا يا سيادي لبس الجلابه وركب على البغله وشد الطريق عند القاضي. هو وجارو جحا مكسي وراكب، وجارو غادي على رجليه كيتعثر في جلايلو وغاديين يا سيادي شلا طريق توصلوا لدار القاضي وشدوا نوبتهم في الديوان.
ملي دخلوا يا الحباب وقفوا قدام القاضي وسولهم: عاودوا لي اش واقع؟ تقدم شحا وقال ليه: اسيدي انا كنت كندعي الله يمن عليا بفلوس، وملي استجب ليا مولانا جاري الفضول يحسدني وجا عندي لداري وقال لي فلوسي اللي عطاني الله راهم ديالو، وهو المعروف بالشح والبخل، ما يعتق مسكين، ما يعطف على فقير، واخا يشوفو قدامو كيموت من الجوع. ايوا شكون اللي يطيق هاد الشحيح يعطيني هاد الثروه كاملها؟ ناقص غير يقول لي هاد البغله راها ديالو، وحتى هاد الجلابه هو اللي عطيها ليا، ولا يني ما تيحشمش. جارو يا سيادي كان كيسمع ليه وعاد تيدو من الفقصه، شويه هو يغوت: اش كتقول يا جحا؟ يا قلتي ليا ما تقدش تمشي عند القاضي برجليك، وجبت لك البغله تركب عليها. اجحا يا سيادي ضرب يد في يد ودار عند القاضي مستغرب وشاد الضحكه: ها انت سمعتي على ودنك السي القاضي؟ اسيدي شويه ويقول داري وملكاتي كلها ديالو. ايوا هذا اللي ناقص، البغله والجلابه وفلوس، قال لك مالو حلالو. ايوا اش خليتي ليا؟ الجار بقى حال فمو وعيني خارجين. لا عندك اسيدي القاضي، هذا كذاب، هادشي كله راه ديالي حلالي. القاضي السامعين غضب من الجار وكلامه اللي ما يدخل العقل. اسيدي كلامك ما عنده حجه، السيد لابس لباسو راكب على بغلتو، عاطيه مولانا من خيرو، اش بغيتي عنده؟ راهي لا ما حشمتيش وبقيتي شاد على الراجل بالكذوب غادي نحكم عليك بالحبس، فهمتي؟ سير اسيدي لدارك، دعوتك باطله، ودخل سوق راسك المره الجايه لا مشى حتى تشكى منك هذا الراجل الطيب. غادي نشوف شغلي معاك. يلا الله يعرضك السلامه. خرج شحال من عند القاضي والدموع كتسكب من جارو اللي ما متيق اش واقع عليه. هو يا سيادي في الغد مشى شحال عند جارو ورد ليه الفلوس والجلابه والبغله، وقال ليه: ولكن توعدني عمرك تبرقك باقي في الناس وتعرف صرايرهم، ولا هاد المره غادي نديلك كتر من هاد الشي وعمرك لا باقي حلمتي نردهم ليك. ومن هذاك النهار جار حاد خلصق راسو ولا كيعاون الناس ويشفق عليهم، وعمرو ما نسى الدرس اللي كان بغا يخليه لا فضل لا راس المال.